ايه اذا حضرة الشياطين زارت الملائكة ولا ايه؟ لمار عمر لمار رايح على فين يا حبيبي؟ لمار استني بس. جراي انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمه؟ بس ايه ده؟ مش دي البنت اللي انت كنت بايت عندها؟ الله يخرب بيتك يا عمي. لمار بص يا حبيبي معلش، رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه بقول لك دي فاهمه غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا تعالي معانا، تعالي. تيجي معانا على فين؟ جوه. ايه يا عمر؟ ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاري تعمل كده فيا؟ في يا بنت انت؟ في ايه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي؟ احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السوعية اللي انت فيها دي؟ سوعية ايه بس يعني؟ رمرمة؟ مش يا عمر، بس ايه يعني؟ هي حلوة يعني. سكري فمك واطلعي من غير ولا كلمه. ماشي. يا ستي حل عني بقى. حسبي الله ايه يا ونعم حبيبي انت الوكيل. بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو؟ لا بصراحة ما يرضنيش. في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس، ما عندهمش نظر. طب ما تقول له اي حاجه من كلامك الحلو ده. حلو. هو في احلى من كده؟ ما يسيب لكم الاوضه تريحوا فيها حبه. ايه يا حبيبي بس انا عايزه افهم، مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. ما اناش سايباك في حالك غير لما اعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل ايه. وانت مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا ازاي؟ جرى ايه يا عمر؟ جرى ايه؟ يا اخي بالراحة عليها، دي برضه حنينة وما تستاهلش. والله يا عمو انت عسل. والله انت اللي عسل. الفيسبوك ما تعملي لي اد. ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين، اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت، يلا يا بنت من الاتوبيس ده، انزلي يلا انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر انا ماشيه، بس خليك فاكرها. سلام. سلام. هروح اوصلها. يا خالو ارحمني بقى، ارحمني بقى. خالك؟ وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني، ده وقته ده وقته ده وقته. عمك ارحمني انت. ادي ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائق، وجت في وقت مش وقتها خالص، بوظت لي الدنيا مع لمار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه، رست ايه بس؟ لا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانية. الاولانيه لمار. رمار. لا تستاهل، رمار دي تستاهل. لمار. بس خلاص، هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس، اللي عملته البت الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانية تانية. مجنونة عفة. اللي زي لقطة القشطة دي. خلت التانية تلف حوالين نفسها. يسألني أنا. ازاي يا عم رشدي يا باظة؟ أقول لك إزاي. البت لما دخلت عليها بالشعنانة بتاعتها، التانية كلت في نفسها وفي قلبها، طلعت كل اللي جواها، حست إنها انكشفت، هوب جريت. انت قصدك انها غارت؟ أيوه، خد من عمك. أنا خبرة. وقفي. اديني وقفت يا متعب. قول لي بقى، عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ تبي تهربي مني وسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك، والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح، ما صار لي شيء، بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته، كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق، كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراها ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش؟ انت يا لمار؟ ايوه انا يا متعب، ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبقى انت جبت اخرها يا بنت عمي. هو انا ليه يا بت حاسس اني سقطت كده وفشلت كالعاده؟ يا اخويا راح اجازه عقبالي يا رب، ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال، واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا.
طب بقول لك ايه يا باريزه يا اختي؟ ايه؟ قلبك ده هياكلنا وشربنا يا اختي بطلي نقك ده. ريحي حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. ريح انت يا اخويا وخف ويلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا. ثواني. المكنه دي مش نصفاني على طول، لازم اجيب عربيه بدلها. بس كفايه كده النهارده عليك. تعبتي ها؟ طب معلش بس بتحسني. ثواني اغير ونتحرك بسرعة بقى عشان زهقت. اوكي. على فكره الحاجات دي هنا ممنوعه وفيها غرامه كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا ما هو هنا اي حاجه مضره بالصحه ممنوعه. بسيطة، نشربها بره. وانا لما عرفت ان سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري، اكتشفت فجأة ان انا عضو في النادي ده، فقلت اجي اتمشى مع سعادتك وهو بالمرة برضو نتكلم براحتنا. أنا عايز أعرف يا دكتور، أنت بتلف وتدور حوالين إيه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه وتشكرت لك، في إيه تاني؟ يا ريس، الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني إيه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمة زمان دلوقتي بقى له قيمة. يعني إيه بقى؟ يعني الحكاية كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر انها برأته وانها قالت انه كان بايت عندها، ده موضوع تاني. ده خبر كاذب وأنا لا، سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك انك تقنع الناس انه مجرد كذبة من خصومك، انما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس هتعرف انه حقيقة مش كذبة، وهيعرفوا ان بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذة. ده ابتزاز وأنا أرفضه. مش من حقك في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي من حقه يقبل او ما يقبلش انا يا ريس مش انت. يعني إيه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني اقبل، ما عجبنيش ما اقبلش. وطلباتك إيه؟ اهو كده الكلام. انا اقول لسعادتك طلباتي بقى. ايه ده، مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ انت تعرفيه؟ بقولك انا افتكرت مشوار مهم جدا لازم اروحه. ماشي يا يلا بنتي باي. مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين ايه؟ معقول اول ما تشوفيني تجري كده؟ انت شفتني ازاي؟ بقلبي، وانت ما تعرفيش ان اللي بيحب ده بيشوف ان شاء الله بقى فاهم. يا سلام. طب عايز ايه دلوقتي؟ ما اوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف، لو في جديد نشتري، ما فيش خلاص. لا صحيح، قول لي هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ انت قصدك على ربيع رجاي؟ لا ده واحد من ضمن الغلابه اللي اعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينبدا من الحب جامد؟ انا اللي اقول. ايوه، انا لو عايزه يبقى ريس هيبقى ريس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد، مش وسعت منك حبتين دي؟ ولا وسع. بقول لك ايه، احنا هنضيع الوقت في الكلام. ما انت يلا انت هتفكري يلا. أنا بجد مش قادرة أفهمك. أنا عملت إيه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه أوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش أي قيمة. صفوة، مفيش حاجة توجع الراجل قد إنه يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقة، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوة تملى بيها كل حتة فاضية جوايا، وترجع لي الثقة في حاجات كنت خلاص قربت أنساها. أنا هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي أنا أعرفها، إن شاء الله أسافر بره. المهم إني أعمل حاجة اللي تخليني أستهلك. تقدر تعمل كل ده وإحنا مع بعض؟ بجد يا صفوة؟ يعني هتقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوة. هموت واتجوزك في أسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في أي وقت إحنا نختار. ألف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميلة زي كده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسية الزيادة دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا، أنا زي الفل. يا تينا أنا عايزة أفهم أنت ليه مش بتتجوزي؟ أتجوز تاني؟ حرام عليكي، كفاية مرة واحدة بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مين يتمنى واحده زيك.
شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه افكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السوداء؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه عايزه افهم. وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خلقها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي لي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي ايه داعي. على الاستفزاز يا بنتي؟ ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مامي مين؟ مش عرفنا انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ انا اللي هفتح الباب. يلا، مش مسيطره؟ يلا يا ماما. ماشي يلا ماشي. طيب ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي جبن بقى. ده انا مين؟ هو انت؟ مساء الخير. انا في شحمي ولحمي وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرأ نفسي. الله، انا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي ده؟ انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضلوا. خليك حلو انت هنا حلو. ما تبصيش هنا. اتفضل. تبقي اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحة. مش بعيد تعمليها يا ميار هاني، وبرضه هتجوزه. انت يا بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي، مش تتراقبي بس. ماشي يا ميار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه؟ وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف؟ مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء. احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعمل لك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم واماراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم واحنا ولا احنا حاسين بحاجه؟ سيبك منها، ديت هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله اتعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى، معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مرعوبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد. بيهزر عمي، بيهزر. بهزر. اصل انتوا ما تعرفوش عملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار، ما تكمليش خلاص، مبقاش ينفع.
طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا. ما انا عمال اقول لك من الصبح. حاجه حلوه. انا اقول لك ادخل ادخل. يلا 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 حبيبي. حاجه حلوه. هتتاخر. عمي حافظ. جميل قوي يا عمو، جميل جميل عمو. يلا 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 فين يا حبيبي؟ هنا. عمر، مش عايزاك تتصرف في اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي لا، دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده. شر طرده. عمر، احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. ماله يلا. يلا. اصل متعب يا عمر حطك في دماغه، مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر لمار عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضاش قوي يا ابطال. فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ اني بحبك وعايز اتجوزك حالا. لا، انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها؟ ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنا الى الله تبنا الى الله؟ وهي تبنا الى الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بالهداوه يا تينا، خلينا نسمعه. هداوه ايه بعد اللي سمعته منكوا ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويأمن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تأمن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستغر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه فهموني كويس. ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. يا اخويا انت مالك راشيها فاتحه على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربط من لساننا؟ نعم. نعم الله عليك يا روح الغاليه. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفوه ياما، بس هو يعبر مين؟ صدق انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضيه. سعاد مين؟ مش فاضيه. ربنا يكتر اشغالك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني اوراق كده اهوت، بس انا سايبه ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا اخويا ينوبك ثواب، اول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضيه هتعدي عليك وتديله الورق ده في ايده. امانه عليك يا سي صلاح، فوتك بعافيه. سي صلاح، البت سعاد مش فاضيه، بتفهم ومثقفه قوي. انت فين يا بنت؟ ده انا خلصت علبه السجاير كلها يا بنت. الزبون طلع ايه، خفيف ها؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجاله سايبه بعيد عنك. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل، المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايزه اسالك على حاجه. اسك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاك واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده ومش هتعرفي تلم عليه هيزوخ. سكند هام بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها جوه الدماغ كده ولفيتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بينا يا اخويا احسن يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه يا واد الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده مش عارف. ماشي يلا بينا. جاهزه؟ على الاقلاع. يلا يلا يا اختي.
خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقة مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكم عنده مشكلة تخلي عملية الإنجاب مستحيلة. مستحيلة؟ طبعا مفيش حاجة كبيرة على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود إمكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش أمل خالص؟ هو انتوا بقالكوا قد إيه متجوزين؟ بقالنا سنة وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكوا غير إنكم تعملوا حقن مجهري. مفيش أي علاج تاني ينفع؟ أنا قلت لكم المفيد وأنتوا أحرار. والعملية دي تتكلف قد إيه يا دكتور؟ احنا بس نتفق على العملية الأول وإن شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفاية بقى، كفاية، أنا مش مستحمل. بقول لك انا ممكن ابيع الدهب بتاعي كله. دهب إيه بس؟ أنا مش ده اللي شاغلني خالص. امال عمال تحسب ايه من بدري؟ عايز ياخد مني عينة في برطمان، تيجي إزاي دي؟ النبي انت بالك رايق قوي. يا سلام، دي مصيبة، أنت مش فاهمة أي حاجة. تعالوا تعالوا. ايوه كده، فكيها شويه، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفه ان الدكتور قال لي ان انا مستحيل ان انا اخلف؟ ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوه. وطبعا قال لكم عملوا عمليه حقن مجهري، وقال لي العمليه دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونة. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش لحد لما راحت اللي ايديه فيها الشفا. مين ده؟ يا دكتور، طمني، ايه الاخبار؟ قول لنا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه، انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف، هي مدارس. في دكاتره بتحب تلجأ على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبه نجاح. انا من ابو 10%. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. احنا هنبدا بالعلاج، منشطات وحقن منشطه لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا يكرمك. دكتور هو لو عمليه الحقن المجهري دي مضمونه يا احنا ستي، ممكن؟ انت عايزه تكلفي الراجل وخلاص، خليه يجيب لك هديه بالفلوس دي يا ست احسن. ايه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب. ان شاء الله خير. على اذنكم. يلا بقى سمعونا اخبار كويسه كده بالايام السوداء اللي احنا عايشينها دي. احنا ان شاء الله هنعمل حاجه على الضيق كده في البيت، ويشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره؟ ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجه حلوه على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. ألف ألف مبروك. بقول لك يا دكتور، ها، ايه بتقول ايه؟ نفس الاسم. في ايه يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور، خلاص لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتعالج عندي وفهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش اخلاقه. الكشفين بنفس الاسم. اتفضلي حضرتك تأكدي بنفسك. انك تعشى بجنود حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام حالي معاك. اجمل احساس في الكون انك تعشى بجنود حالي معاك. اجمل احساس في الكون انك تعشى بحنون. بجنون يا حيوان. بجنون. انك تعشى. شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزاله رايقه. ايه القرف ده؟ كنتك 60 نيله فصلتني. لا مؤاخذه يا قبطان، انا قلت بس اشاركك اللحظه الجميله ديت. شاركني اللحظه ازاي يعني؟ على اساس انك خطيبتي مثلا؟ احنا نطول يا دكتور
دي طول، انت كمان حمار ومش فاهم. يد ما ينفعش يخرب بيت تنحتك. لا مؤاخذة يا قبطان، اصل النهارده حوريه هبطت عليا من السما. حوريه؟ حوريه، ولطشتني بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئه؟ وايه البقين اللي طشتهم لك الحوريه؟ قول. هي بصراحه اسمها انت كمان نسيت اسمها؟ اخلص يا ابني، انا مش فضيلك. يا سعاد مش فاضيه يا ابن الفاضيه، وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيلك؟ وبصراحه يا قبطان، قول يا صلاح. سايبه المرسال ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه؟ وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل قول لسه. الحلو عيونه ما بيجيش. ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلو عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصه الفنان هاني شاكر؟ ايهاب توفيق؟ ايهاب توفيق. مراسيل قول لسه. الحلو عيونه مش حاسه. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، هنقعد نغني. يلا. النسكافيه بتاعك يا استاذه. نسي يا فضل، انت على طول كده حاسس بيا؟ انا اهم حاجه عندي راحتك. الله حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف انا رايح اهو. وانتي بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سلمى. عارفه انا بفكر في حاجه يعني. بقول اروح لبابا وخلاص بقى، احكي له على كل حاجه. مش لوحدك، رجلي على رجلك، هنسافر له سوا. عمر وحشتيني. ايوه كده، فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا لا يكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكابالة مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر. احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه. وبعدين بقى مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر. خلاص يبقى احنا نروح لبكره، ماشي؟ ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي. حياك الله. اجيب لك قهوه يا دكتور؟ لا قهوة ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سلام. يلا حبيبتي يلا حبيبتي نركز في الشغل. يلا يا ماما يلا يا ماما. مدام هالة 5 دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا حسين.
اخويا اقفل البتاع ده، الصوت واصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقتي تنساني يا دكتوره؟ بتستمري على الدكتور يا حنان؟ بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ لما وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحت. ثانيه واحده يا فندم، بس الممرضه تاخد البيانات من حضرتك. اسم حضرتك؟ ايه يا صلاح انت ما عرفتنيش؟ انا لمار. يا خبر اسود. فندم؟ لا مفيش حاجه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه لمار، اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي، طب قهوه، طب حاجه ساقعه، طب اي حاجه. اتفضلي. ايه مالك يا صلاح انت مخطوط كده ليه؟ لا مش مخضوض ولا حاجه، اصل المفاجاه بس. 5 دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير ايه؟ شكرا. حسن لما ادخل له. حاضر حاضر. استرها معانا يا رب، استرها معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقتي خالص، مش طالباكي. انا عايزك تركزي مع اللي دخلت ديت، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استرها معانا يا رب. 5 دقايق، ثانيه واحده. ابتزاز رخيص انا لا يمكن اقبله. يلا يا بت، يلا لمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره بره، بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحه. يا اخويا تف من بقك، فضيحه ايه كفل الشر. هو لو انا غرضي فضايح كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا، ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعة حضرتك. بس ايه بقى، الفضيحه هتبقى للركب. ركب ايه يا بت انت؟ ركب ايه وفضيحه ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سمكه انت؟ الله، اسمي باريزة، هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ عايزه تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انت؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش ولا قفلت الباب في وشك ولا جبت شويه عيال يرموك في الشارع، عشان تعرف بس مين فينا اللي بيصون العشره. عشره ايه يا بابا انت؟ عشره ايه؟ دي ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا بألف ليله وليله. انت عفريت اما يتهبب على دماغك انت. وعربيتي يا بت؟ عربيتي فين يا بت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايله لي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن. كلمت الوليه اللي كلمتك قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا، ماشي يا جدعه جدا. حياة امك حياة امك يا جدعه لسلمك للبوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده؟ انت طلعتي لي من اي داهيه يا بنت انت؟ طلعتي لي من اي مصيبه؟ نعم. انا اسفه يا دكتور، اصل الهانم مستنياك من بدري. بدري ايه؟ مش شايفه معايا كشف؟ معلش يا عمر انا اسفه، انا اللي قلت لها تقولك.